وقال صلى الله عليه وسلم: كلاب النار أهل البدع. وقال صلى الله عليه وسلم: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني الخطوط التي عن يمينه ويساره. وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن جزاء أهل البدع، لكنه أطلق الحديث، والحديث في الحقيقة مقيد بالخوارج، وقال صلى الله عليه وسلم: كلاب النار أهل البدع. هذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ، إنما الحديث الوارد حديث أبي أمامة، وهو حديث حسن بمجموع طرقه عند أحمد في المسند وعند ابن ماجه وغيره، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الخوارج قال: كلاب أهل النار، هذا جزاؤهم، وهم أول فرقة فرقوا المسلمين وأول من ظهر ببدعه، بل لم يكتفوا بذلك، قتلوا عثمان وقتلوا عليا وقاتلوا الصحابة رضي الله عنهم، وهؤلاء هم أهل النار وهم شر قتلى تحت أديم السماء. لهذا ذمهم النبي عليه الصلاة والسلام ذما شديدا، والسبب أنهم ممن أثاروا الفتن بين الصحابة. الصحابة كانوا على قلب رجل واحد ولم يتفرقوا، دخل هؤلاء للفرقة ونجحوا نوعا ما في إحداث بعض الفتن، ومن آثار هذه الفتن ما حصل في الجمل وما حصل في صفين، لأنهم في الجمل لما كانوا في البصرة اجتمعت الكلمة بين علي وعائشة وطلحة والزبير، واتفقوا على أمر واحد ولله الحمد، وعلي كان هو أمير المؤمنين، لكن هؤلاء الخبثاء الفجرة من الخوارج غاروا على الناس في الليل وبدأوا بالقتال، فظن علي أن الطرف الآخر من هجم عليه فقام يدافع، وظن الطرف الأول أن عليا هو الذي هجم فقاموا يدافعون، فاشتعلت الفتنة. وكما قال العلماء: إذا اشتعلت الفتنة عجز العقلاء عن إطفاء نارها، فحصل ما حصل، وقتل طلحة وقتل الزبير وأصيب من أصيب منهم رضي الله عنهم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. إذن هو عند الخوارج أمر بقتالهم ابتداء مباشرة، عرفنا أن هؤلاء خوارج كما حصل من علي، عرف أن هؤلاء خوارج وقتلوا عبد الله بن خباب بن الأرث، مباشرة ذهب وقاتلهم في النهروان وانتصر عليهم وسجد لله سجود الشكر. لما حصل في الجمل وفي صفين كان علي يبكي بكاء شديدا، لأنه عرف أن هذه فتنة، وكان يقول: يا ليتني يا حسن، يخاطب ابنه الحسن، ليتني مت قبل هذا ب20 سنة، مع أن الحسن كان قد نصح عليا رضي الله عنهم جميعا ألا يخرج من المدينة، قال له: لا تخرج، فقال: لا، سأخرج إلى البصرة وأجتمع بطلحة والزبير وأذهب إلى معاوية حتى يبايع. فحصل ما حصل، وندم علي على خروجه، وعائشة كانت تبكي حتى بلت خمارها لأنها خرجت أيضا، وقدر الله أنها اجتهدت في ذلك. فعلى كل حال الخوارج استغلوا هذه الفرص وأثاروا الفتن بين الصحابة رضي الله عنهم، قاتلهم الله. لهذا أشرت، وصفهم بأنهم كلاب أهل النار، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، وأنه لو أدركهم لقتلهم قتل عاد وإرم ابتداء